أنا أقول لك يعني أنت تخيل الرسالة اللي ممكن أن تصل لمجتمعنا لما يقال أنه أبو عزرائيل يعني صار عميد ركن مسؤول العمليات الخاصة. خليني أكمل من فضلك. وأبو درع يعني لواء ركن أبو درع آمر الكلية العسكرية. وأوصي الخفاجي اللي يقول على أهل الأنبار أنه ما بيهم واحد يستحق الحياة أو يتهجم على أعراضهم وكذا شكل يكون مثلا قاعد فيلق في الحشد الشعبي. والمجاميع اللي ترفع صور خامنئي وتقول أنها تدين له بالولاء هي تكون يعني مسؤولة مسؤولة القوات الخاصة في الحشد الشعبي. اعطيني الزبدة. هي الرسالة. ما هي الرسالة التي يمكن أن تصل إلى المجتمع؟ الرسالة وصلت من الحشد الشعبي حمى بغداد. عفوا؟ الرسالة وصلت من الحشد الشعبي حمى الدولة سقطت بالداعش لو الحشد الشعبي. يعني أنا قلت لك أنه لا أريد أن أنكر، لكن هنالك المتسلقين أو المتسللين أو المندسين وهم غير قليلين الموجودين في الحشد الشعبي أساءوا إلى صورة حتى التضحيات اللي موجودة. طبعا من الذي يضمن لي أنه سيتم استبعاد أصلا يعني المخلصين والشرفاء ويتم الاعتماد على يعني المسيسين؟ من أقول لك أنت معترض على الحشد يعني الشعبي أساسا تقول لي لا أنا معترض على التفاصيل. أستاذ أحمد السيئين موجودين بالجيش اكو سيئين، اكو سيئين كذا اكو سيئين، مو بس بالحشد. يعني وين ما كان يعني أقول جنبك لما أنت تجيب يعني حشد يرفع يسوي استعراض عسكري مرة أخرى لو ما الحشد كان هسه أنت وين دكتور ظافر؟ يعني لا لو ما الحشد حامي بغداد كان هسه انت وين؟ وانت الان تتحدث بحقوق اهلك وناسك وعضو بالبرلمان العراقي. لولا الحشد كان انت وين؟ الاسلاميه. شوف شلون؟ وزير بالدوله الاسلاميه. لا شوف استاذ احمد، شوف استاذ. لا عندي منصب ثاني استاذ احمد الاسدي. حتى نختزل. لا عفوا بس على المنصب الله يلوم لك دكتور ظافر. استاذ احمد احتمال يصير رئيس هيئه اجتثاث التحالف الوطني. شوف عموما